علاش الرسول عليه الصلاه والسلام ما طلبش الجنه وقال ربي اعطيني الدنيا ونطول لي في العمر ونريح، ومن بعد كي نتمتع وغير ذلك نروح بعد ذلك كي نموت نروح الجنه، هو ضامن الجنه باذن الله. لماذا لم يختار هذا؟ نقول لك انا واش هي. لان الانسان اذا امن بالله حق الايمان وتعرف على الله حق التعرف اشتاق اليه، يولي الدنيا واش يعطيك ربي فيها تجيك مره ما تقدرش. لهذا موسى واش قال؟ وعجلت اليك ربي لترضى. غير ضرب له ربي موعد بجانب الطور، ووعدناه بجانب الطور الايمن. غير قال له ربي عندك لقاء معايا، خلى القوم تاعو خلى كذا، وصى عليهم هارون وراح يجري خلاهم. قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال له موسى واش قال ربي؟ قال وعجلت اليك ربي لترضى. ما قدرتش نصبر عليك، حبيت اشوفك، ولذلك غير الحق قال ربي ارني انظر اليك. علاه؟ كاين واحد الحب بينك وبين الله. علاقتنا احنا بيننا وبين الله علاقه حب، علاقه محبه عظيمه. ربي عز وجل هكذا ارادها. ما حبكش تجي تصلي لانك خايف منه، حبك تجي تصلي لانك تحبه. ولذلك العباده كي يعرفوها العلماء واش يقول لك؟ يقول لك هي انك تؤدي ما امر الله، أو هي أفعال تقربك من الله عن محبة يعني وإذعان. شوف، محبة وإذعان، يعني تذعن للأوامر، بصح ماشي أوامر تاع واحد يحكم فيك، لا، أوامر تاع واحد راك تحبه أنت، لك تصلي لله عز وجل لأنك تحبه. وعلى هذيك النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ قال جعلت قرة عيني في الصلاة، لأني نحب الله على ديك الصلاة. حاجة واحدة أخرى، وأنا نتعجب كي الناس كي تنصح الناس في الخشوع، يعني يقول لك ما هي اسباب باش نولوا نخشعوا في الصلاه؟ وري لي طريقه كيفاه. والله تحب ربي ما اذكر لك انا حتى سبب. تولي شوف ارحنا بها يا بلال، تولي غير انا كي نكون مع هذاك اللي نحبه وما نحب حتى واحد مثله تما نرتاح، هو الله سبحانه وتعالى. هذيك هي الصلاه الحقيقيه. احنا ما عندناش هذه، ما عندناش، لانه كي نقولوا الله اكبر رانا نكذبوا. كاين من هو اكبر من الله وحنا رانا جبناه معنا دخلناه في الصلاه، رانا نفكروا فيه اعظم من الله واولى من الله. وكي نخرجوا في الشارع برا شحال من حاجه راهي كبيره على ربي عندنا احنا، شحال من حاجه قدمناها على الله. كي جانا الشرع وجات المصلحه قدمنا المصلحه، جات الدنيا والشرع قدمنا الدنيا، جا العرف والتقاليد قدمنا التقاليد، وجات العقل نتاعك والغضب نتاعك والنرفزه نتاعك قدمت النرفزه. ما قلتش الدين الله عز وجل، تما ما كاش الله اكبر. شفت الفرق؟ كاين علاقه بينك وبين الله باش تعبد ربي مليح، وهي الحب هذاك. هذيك المحبه كي تتعرف على الله راك تتعرف عليه في كل حياتك، حياتك كامله. شربت الماء تعرفك بالله، تقول الحمد لله. شكون عطاك هذا؟ يوم القيامه يقول لك الم اسقيك ماء باردا؟ اعطيتك، علاه راك تنكر خيري؟ فلذلك انت عندك علاقه مع ربي، هذيك العلاقه تولي انت تستحي من الله وتحبه بزاف. هنا يجي قول الرسول عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ابن القيم رحمه الله كما سلف وذكرنا هذا يشرح الكلام هذا بواحد الجمال عجيب عجيب. يقول هذا الكلام اللي يقول فيه هنا، يشرح يقول الانسان كي يتعرف على الله بزاف بزاف واش يولي يشتاق له، يشتاق له من كثره هذيك الصفات الجميله تاع ربي سبحانه وتعالى، رحمن رحيم لطيف خبير. تولي تقول لازم نتلاقى معاه. فهذاك الاستعجالك حاب تتلاقى مع الله تولي تحب لقاء الله. بصح في البشريه تاعك انت تكره الموت. كاين كراهيه الموت هذه موجوده فينا جبله ما نقدروش نحيوها. كاين كراهيه الموت بصح كاين حاجه تطبع فيك حاب تتلاقى مع الله عز وجل. هذه هي حب لقاء الله. راح يهون عليك الموت، انت راح تموت وراح تموت في الوقت تاعك. بصح علاش؟ شكون راح يهون عليك الموت؟ حبك للقاء الله عز وجل. ولهذا احنا قد ما يعطينا ربي في الدنيا بالنسبة لما أعده لنا في الجنة قليل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنها. ولهذا شوف ابن حجر رحمه الله وش يقول؟ ابن حجر كان رجلا مترفا عنده المال، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، رجل عظيم في العلم. ابن حجر كان من الأغنياء. العسقلاني كان يعيش في عسقلان في فلسطين اللي راهي درك تحت أيدي اليهود. نسأل الله أن يفك الله عز وجل بلاد المسلمين من أيديهم. كان خرج فوجد يهوديا فقيرا، يهودي يطلب، نهار كانت الدنيا دنيا، قاعد تما في الشارع ويطلب، وهو في عسقلان. ابن حجر جايز في موكب
يعني المركب مركب ورجل عالم عطاه ربي النعمة، واللبسة لبسة والدنيا دنيا والحالة والعساسين ما شاء الله. فانظر إليه هذاك اليهودي قال له أنا نقول لك حاجة برك. قال له كيفاش تقولوا أنتم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قالوا على بالك بلي أنا المؤمن مالا. اليهودي هذا قال له مالا أنا هو المؤمن وأنت كافر. قالوا هذا هو الدليل، ما دامتك عايش مليح وتقول لنا الدين وانا يا راني شوف راني فقير معناتها ربي وحطني في سجن، اذا انا هو المسلم. قالوا هذا دليل بلي انا مسلم ما دام انا فقير وانت غني. قالوا ابن حجر قالوا انت بالنسبه للجهنم اللي تسنى فيك راك في جنه. قالوا وانا بالنسبه للجنه اللي تسنى فيا هذا الخير كامل شو راني في حبس. قالوا لذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه من معانيها، ماشي المعنى الأصلي، وإنما هي من معاني هذا الحديث. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لقاء الله تبارك وتعالى. في أواخر شهر صفر رجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بدأ به المرض لما رجع عليه الصلاة والسلام من زيارة أهل البقيع. غير زار أهل البقيع عود ولا كان بايت عند عائشة رضي الله عنها، فأصابه وجع برأسها. وجد عائشة يؤلمها رأسها، تشتكي من رأسها تقول ورأسه. قال عليه الصلاة والسلام بل أنا يا عائشة ورأسه. قال أنا تاني، يعني هو تاني قال أنا يتوجع. قال وإني لأوعك وعك الرجلين الشديدين منكم. قال يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يصيب المرض والألم يتوجع 2 مرات يعني شوف الدنيا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحنايا كي يحكمنا سطر نتألموا الدرسة ولا راسنا ولا عشان تسطر هذاك اللي يحكمك. النبي عليه الصلاة والسلام كي يحكموا سطر الدوبل يديه، الدوبل هكذا ربي دار له هذا الشيء هذا. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا ذاق من الآلام والابتلاءات وغصص المصائب ما لم نذقه نحن أبدا، ومع ذلك نافح عليه الصلاة والسلام عن الدين وحسنت أخلاقه. وعمره عليه الصلاة والسلام هذيك المصايب واليتم عمرها ما قسات له قلبه على الناس. ما قالكش أنا ما لقيتش لي يحن عليا ما نحنش، وأنا ما لقيتش لي يرفدني ما نرفدش، وأنا الدنيا لعبت بيا لازم دوكا كي نوقف نحرص ما نمدش 1000 فرق ما نمدهاش، لأنه أنا شفت الفقر واش داير. بالعكس هذا اللي خلاه يزيد يمد ويزيد يحن ويعرف قيمة اليتيم، لأنه هو يتم. المصائب يرقق الله بها القلوب. ولذلك نقول لك واحد الكلمة اسمعني مليح. إذا كان ربي ابتلاك، ونسأل الله يعافيك في الدنيا والآخرة، إذا كان ربي ابتلاك بالمصائب وشفت قلبك يزيد يقسى أكثر فاعلم أنك على طريق خطأ. الأصل في المصائب أنها ترجعك إلى الله وترقق لك قلبك على غيرك. ما تزيدش تولي قاسي أكثر، ما تقولش أنا دوك السماح ما كاش وهذه ما كاش، أنا طلعت فقير، أنا كذا أنا كذا، أنا لازم نزين روحي، ما نمتش ما نسلفش ما كذا، لأنه أنا علاه أنا شفت الفقر ما نعاودش نولي ليه. لا بالعكس، أنت كنت يتيم أرحم اليتيم وكن رحيما باليتامى. أنت كنت فقير عاون الناس كي يعطيك الله سبحانه وتعالى. أنت كنت ما قريتش ما وفقكش ربي باش تقرأ، ربما ما لقيتش اللي يقريك، عاون الناس اخرين باش يقراو، ما تتمنى لهمش يكونوا كيما أنت. كن إنسان حنين، لازم هذيك المصايب تربيك أنت إنسانا رحيما. دير في بالك باللي المصائب راهو ربي يوجد فيك بها، ماشي راهو يظلم فيك، راهو يوجد بيك باش تكون أنت متميز على الناس. ما تخليش روحك تولي في أسفل سافلين كما يديروا بعض الناس. واش يولي من شر الناس كي تقولوا عليك تسرق، عليك دير للناس هكذا. يقول لك انا ما عباكش واش صرا فيا في دارنا، انا بابا طلق يما وانا صغير ورماوني، خويا رماني مع مرته ودار لي كذا ودار لي كذا. سما هذه خلاتك تولي شرير في الدنيا، خلاتك تزيد تسرق الناس، تقريسي الناس، تشرب الكاشي، تبيع الكاشي، تفعل هذه تفعل هذه. سما الاصل هذه تخليك انسان تلجا الى الله وتخليك انسان رحيما صادقا امينا، تامنك الحومه تاعك كاع يامنوك. الاصل انك ترجع الى الله. هاك ياك ربي عكر لك الدنيا، حاب تعكر الاخره تاعك، وهذا من سوء التدبير. ما عندناش عقل، ماناش نفكروا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال بل انا وراسه، وكان يوعك وعك رجلين شديدين. ثم قال لعائشه وهو يمازحها قال ما ضرك يا عائشه لو مت قبلي؟ قال انت راسك يوجعك وانا راسي يوجعني. قال واش رايك لو كنتي تموتي قبلي فقمت عليك، يعني نتهلا فيك في الجنازه ونغسلك ونكفنك
ونصلي عليك ونحطك وندف لك. واش قالت له عائشة؟ قالت له وتصبح من ليلتك معرسا. يعني نسيفكروا في حاجة أخرى. قالت له تسمى بليلتك تعرس. والرسول عليه الصلاة والسلام يمازح زوجته، وهذا المزاح مهم جدا في الحياة اليومية والحياة الزوجية. الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع في بيت ميمونة لما ثقل به الأمر عليه الصلاة والسلام. كان يمرض، ولكنه كان يتردد على نسائه. لما جاءت ليلة ميمونة اشتد الوجع بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعلم أن هذا المرض قد ثقل عليه، فكان يسأل الناس ويقول، يعني النساء نتاعو دايرين به، يقول أين أنا الآن اليوم؟ يعني اليوم مش ليلة من. ففهمت الزوجات، فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمرض، لأنه عنده كم من زوجة لازم يبقى في دار واحدة، يريد أن يمرض وين؟ في بيت عائشة، لأنها أحب نسائه، وبيته أقرب من المسجد، يعني ألصق بالمسجد، وربما لأغراض أخرى. فكان يشير لأزواجه من دون ما يجرحهم. لو كان يقول لهم أنا نحب عائشة ونحب نتمرض عندها، راح يجرح النساء، وهذه مشاعر لازم الإنسان يرعاها. فكان هذا من ذكائه وحسن معاملته، باعتباره رجل عنده أكثر من امرأة، فكان يتعامل من دون أن يحرج أو أن يجرح مشاعر الأخريات. فكان يقول لهم أين أنا الآن؟ يعني نبههم باللي أنا ما نقدرش نزيد نتنقل من بيت إلى بيت، لأنني مرضت مرضا أثقلني خلاص. ففهمنا يعني الصحابيات أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين فهمنا ذلك، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، ومات بين سحرها ونحرها كما سيأتينا. لما كان يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام كان له سنة، وهو أنه كان يجمع وينفث ما بين كفيه وينفث فيهما، ويقرأ بالمعوذتين اللي جاءت في الحديث، حديث عقبة بن عامر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمره أن يقرأ، قال له اقرأ قل أعوذ برب الفلق. زاد قال له اقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني ما كاش حاجة تستعيذ بها من المرض، من العين، من السحر، من كما المعوذات. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه إذا مرض وينفث فيهما ويقرأ بالمعوذات ويمسح على جسده. كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام 3 عند نومه، وكان يفعل ذلك إذا مرض. لما مرض هذا المرة صار قد ثقل به المرض فما استطاع أن يفعل ذلك، ففعلت به ذلك عائشة. يعني يجوز أنك تفعلها بإنسان آخر أنت، فعلت به ذلك عائشة، فنفثت في كفيها ومسحت بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. نكمل إن شاء الله عز وجل في الحصة القادمة بقية قصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، والحمد لله رب العالمين.